بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي تقييم جديد من تقييماتنا الأسبوعية. تقييمنا النهاردة التقييم ال13 والتقييم ال14، لأن تقييم ال13 ملهوش تقييم أسبوعي، هناخده مع التقييم ال14. السؤال الأول، الدرس الأول انتشار الإسلام في أفريقيا. الأسبوع ال13، الفترة الأولى، معابر انتقال الإسلام في أفريقيا. تخيل أنك تعيش في العصور الوسطى وأردت الانتقال من قارة آسيا لقارة أفريقيا. حدد أهم المعابر بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. طبعا هتعدي على سيناء، أو من البحر الأحمر، أو من المحيط الهندي ومضيق باب المندب. دي المعابر كلها اللي ما بين شبه الجزيرة وأفريقيا. كان المعبر البري لانتقال الإسلام للقارة الأفريقية لا يزال هو بوابة القارة الأفريقية. استنتج الدور الذي لعبه المعبر البري اللي هو شبه جزيرة سيناء للقارة الأفريقية على مر العصور. طبعا عبرت من سيناء جيوش المسلمين عشان تفتح شمال أفريقيا وتنشر الإسلام عن طريق سيناء. 3. حدد معابر انتقال الإسلام إلى قارة أفريقيا من خلال إكمال البيانات الآتية. المعابر اللي انتقل منها الإسلام لأفريقيا، أول حاجة طبعا سيناء، بعد كده المحيط الهندي، بعد كده البحر الأحمر، بعد كده مضيق مضيق باب المندب. دي المعابر كلها اللي انتقل منها الإسلام إلى أفريقيا. لاحظ وأجب. لاحظ الصورة واستنتج. أمامك صورة تعبر عن أحد أساليب انتشار الإسلام، وهو تجار المسلمين. دول صورة تجار، يبقى التجار المسلمين، يبقى هنكتب التجار. اشرح كيف ساهم هذا الأسلوب في نشر الإسلام في قارة في قارة أفريقيا، عن طريق صدقهم وأمانتهم وملابسهم، وما كانوش بيتعاملوا بالربا. ده كله أدى إلى نشر الإسلام من خلال ملابس التجار المسلمون وحسن أخلاقهم وصدقهم وأماناتهم ورفض التعامل بالربا والغش. فكر ثم أكمل البيانات بالشكل التالي. أساليب انتشار الإسلام في أفريقيا، طبعا عن طريق التجار. 2. عن طريق الدعاة اللي كانوا بيروحوا أفريقيا. 3. عن طريق الهجرات، عن طريق المصاهرة. الرابعة، الواجب المنزلي. ما النتائج المترتبة على أول سؤال، وصول عرب شبه الجزيرة العربية إلى ساحل أفريقيا الشرقي عبر عدة معابر. إيه نتيجة انتقال العرب من شبه الجزيرة إلى ساحل أفريقيا الشرقي؟ اختلطوا طبعا بأهل الساحل الشرقي وتزوجوا منهم وأقاموا محطات تجارية هناك. رقم 2، زواج التجار المسلمين من النساء الأفارقة أدى إلى إن اتجوز التجار المسلمين من نساء الأفارقة وعملوا جاليات هناك. أدى إلى تقوية العلاقات ونقل العادات والتقاليد الإسلامية للشعوب الإفريقية. 3. إرسال الدعاة وعلماء الدين للقبائل الأفريقية أدى إلى أدى إلى نشر الإسلام بين القبائل الإفريقية عن طريق الدعاة. هناخد تقييم الأسبوع الرابع عشر، لأن ال13 ملوش تقييم. أولا، الأداء الصفي. فكر واجب. ما أول مدينة مصرية مر بها الجيش الإسلامي لفتح مصر؟ طبعا هتبقى العريش. 2. قامت معركة ذات الصواري بين المسلمين والبيزنطيين اللي هم الروم، يعني في طبعا في البحر البحر الأبيض.
السؤال الثالث، اشرح أثر معركة ذات الصواري على الفتوحات الإسلامية. طبعا معركة ذات الصواري كانت في البحر المتوسط ما بين البيزنطيين اللي هم الروم والمسلمين. طبعا مهدت الطريق لفتح مدن وحصون أخرى في شمال في شمال أفريقيا. لاحظ وأجب أمامك خريطة توضح خط سير الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا. ادرسها ثم اكتب بأسلوبك خط سير الفتح الإسلامي من مصر إلى أفريقيا اللي هي تونس. نشوف الخريطة. طبعا مصر كانت البداية، العريش وبعدين اسكندرية، يعني مصر، بعد كده برقة، بعد كده طرابلس، بعد كده سبيطلة، بعد كده إفريقية. نشوف السؤال اللي بعده. كان لانتشار الإسلام في أفريقيا أثر كبير في حياة الشعوب الإفريقية التي دخلت في الإسلام. أكمل البيانات بالشكل التالي لملامح تأثير الإسلام في أفريقيا. ملامح تأثير الإسلام في أفريقيا. أول حاجة ظهور إيه؟ طبعا ظهور الممالك الإسلامية هناك. اتنين، نشر إيه؟ نشر اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. تلاتة، العادات والتقاليد انتشرت هناك في أفريقيا. أربعة، الذوبان العرقي عن طريق الزواج. طبعا ازدهار الحياة العلمية والفكرية أو الحركة العلمية هناك. الأداء المنزلي. في رأيك لماذا كان فتح إفريقيا اللي هي تونس مهما للدولة الإسلامية؟ طبعا لما ياخدوا إفريقيا هيبقوا سيطروا على شمال إفريقيا كلها لسيطرة المسلمين على شمال إفريقيا وتأمين حدود الدولة الإسلامية. عشان كده خدوا إفريقيا. تعددت ملامح تأثير الإسلام في أفريقيا. وضح ذلك باختصار. الإسلام أثر في أفريقيا. إيه الملامح اللي أثر فيها؟ لسه قايلينها دلوقتي. ظهور الممالك الإسلامية هناك. اتنين، نشر اللغة العربية. تلاتة، ازدهار الحركة العلمية. أربعة، الذوبان العرقي. التقييم الأسبوعي. نموذج ألف. من هم الأفراد الذين تلقوا قدرا من العلوم الدينية التي تؤهلهم لنشر الإسلام وتعاليمه؟ طبعا دول مين؟ دول الدعاة، والتعريف ده يتحفظ. السؤال الثاني، بما تفسر أهمية قناة خليج أمير المؤمنين اللي هي كانت قبل كده سيسوستريس، بقت خليج أمير المؤمنين. طبعا ساعدت في انتشار الإسلام فين؟ في أفريقيا. السؤال الثالث، ما النتائج المترتبة على أمانة التجار المسلمين وحسن معاملتهم في أفريقيا؟ أمانة التجار ده أدت إلى إيه؟ أدت إلى انتشار الإسلام في أفريقيا. السؤال اللي بعده، دلل على صحة العبارة. تنوعت أساليب انتشار الإسلام في أفريقيا. أساليب انتشار الإسلام كانت كتيرة، هنقولها بسرعة. حيث انتشر الإسلام عن طريق: واحد، الدعاء. اتنين، التجار المسلمين. تلاتة، الزواج. أربعة، الهجرات. دي أساليب نشر الإسلام هناك. وضح دور مدينة كانو في نيجيريا في نشر الإسلام. مدينة كانو نشرت الإسلام هناك في أفريقيا إزاي؟ طبعا عن طريق إن هم عملوا إيه؟ تحولت الكثير من الموانئ هناك والمراكز التجارية هناك إلى إيه؟ إلى مراكز ثقافية وعلمية لنشر الإسلام. نشوف بقية الأسئلة. نموذج باء. من هم جماعة من المسلمين فر الكثير منهم إلى السودان بعد سقوط دولتهم وقيام الدولة العباسية؟ طبعا دول مين؟ الأمويين أو بني أمية. بما تفسر. السؤال الثاني، أهمية شبه جزيرة سيناء في نشر الإسلام في أفريقيا؟ طبعا ده المعبر البري الوحيد اللي انتشر عن طريقه الإسلام.
لأن عن طريق شبه جزيرة سيناء عبرت جيوش المسلمين لشمال مين؟ لشمال أفريقيا لنشر الإسلام. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على زواج التجار المسلمين من النساء الأفارقة؟ أدى إلى إيه؟ طبعا كله حصل ذوبان عرقي، تقوية العلاقات، ونقل العادات والتقاليد إلى مين؟ إلى أفريقيا. السؤال الرابع: ما العلاقة بين الدعاة وانتشار الإسلام؟ طبعا ساعد الدعاة عن طريق الحلقات اللي كانوا بيعملوها هناك لنشر الإسلام. يبقى عمل الدعاء على نشر الإسلام في أفريقيا عن طريق حلقات العلم اللي كانوا بيعملوها. 5. لخص بأسلوبك وسائل نشر الإسلام في أفريقيا. لسه قايلينها دلوقتي، هنعيدها تاني. انتشر الإسلام في أفريقيا عن طريق الدعاة والتجار المسلمين والزواج والمصاهرة والهجرات. نموذج ج: من هم الأفراد الذين تلقوا قدرا من العلوم الدينية التي تؤهلهم لنشر الإسلام وتعاليمه بالطرق السلمية؟ لسه قايلينها دلوقتي. طبعا هيبقى مين؟ هيبقوا الدعاة. بما تفسر هجرة المسلمين إلى الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هاجروا ليه؟ لتجنب أذى مين؟ أذى قريش. السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على أهمية مدينتي كانو في نيجيريا ومدينة تمبكتو في مالي؟ طبعا تحولت المراكز التجارية اللي هناك لمراكز ثقافية وعلمية، تحولوا إلى مراكز ثقافية وعلمية لنشر الإسلام. 4. دلل تاريخيا يعتبر البحر الأحمر معبرا مهما في انتشار الإسلام في قارة أفريقيا. طبعا ده من المعابر الأساسية، حيث استخدمه المسلمون في التنقل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا، ثم أنشأوا بعض المراكز التجارية فين؟ على الساحل الشرقي، على طول الساحل الشرقي الأفريقي. 5. اكتب بأسلوبك عن دور الإسلام في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية، حيث حافظ الإسلام على الكثير من العادات الطيبة اللي كانت في أفريقيا، مثل إكرام الضيف ومساعدة المحتاج، وبرضه ساهم في تغيير بعض العادات السلبية اللي كانت وحشة، وساعد على إصلاح المجتمع الإفريقي من خلال تنظيم الزواج. وبكده يبقى خلصنا التقييم 13 مع ال 14. انتظروا آخر تقييم اللي هو التقييم ال 15. مع تحياتي مستر جبر.